السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الأشياء الستة التي يضمن لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. 6 حاجات يضمن لنا بها النبي الجنة. إيه هم؟ ورد في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. إيه هم ال6 يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الله أكبر. 6 حاجات النبي بيقول لك وبيقول لك صلى الله عليه وسلم: اضمنوهم لي وأنا أضمن لكم الجنة. الله. وياما في أحاديث كثيرة بهذا المعنى الجميل، زي مثلا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت، يعني أنا زعيم يعني أنا ضامن أضمن لك، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي من ترك الجدال وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وبيقول لك: أضمن لكم الجنة لو ضمنتولي من أنفسكم 6 حاجات. رقم 1: اصدقوا إذا حدثتم. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر. فالصدق يعني هو من أعظم أخلاق الأنبياء، فالأنبياء كلهم أمناء وصادقين، وكان النبي يوصف بأخلاق عظيمة جدا وعلى رأسها الصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، صادقا مع الناس. هو الإنسان هيكذب ليه؟ انت خايف من ايه عشان تكذب على الناس؟ ما تكون انسان يعني عايش حياة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وكن صادقا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك احد العلماء لما جاله واحد بيقول له: انا بعمل معاصي كتير وكذا وكذا وكذا. قال له: طيب هقول لك حاجة، اقعد لمدة اسبوع كده، يعني ما تجينيش لمدة اسبوع، واعمل اللي انت عايزه بس بشرط لا تكذب. يعني اعمل اللي انت عايزه بس لا تكذب، فلما تجيني واسألك اوعى تكذب عليا. قال له: حاضر. فمشي من عند هذا الشيخ. وبعدين حب يعمل معصية معينة، فقال: طب ما انا لما هرجع له بعد اسبوع وهيسألني عملت المعصية ديت ولا لا، هو خد مني العهد ان انا ما اكذبش، فهضطر اقول له عملت المعصية الفلانية وهفضح نفسي. لا بلاش، استعين بالله واترك المعصية دي. يجي يعمل معصية تانية يقول: ما الشيخ قال لي ما تكذبش. فضل كده لحد ما الاسبوع عدى. فلما رجع فالشيخ قال له: عملت ايه؟ قال له: الحمد لله، تركت كل المعاصي لاني وعدتك على الا اكذب، فلو كنت ارتكبت المعصية وسألتني عملتها هقول لك عملتها، يبقى فضحت نفسي، ولذلك تركت كل شيء بسبب الصدق. يا سلام. فالصدق منجاه. يبقى اول حاجة: اصدقوا اذا حدثتم. رقم 2: وأوفوا إذا وعدتم. لما تعطي حد وعد أو عهد لابد أن تكون وفيا في ذلك الوعد وذلك العهد بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن عياذا بالله من صفات المنافقين: وإذا وعد أخلف. فعشان نخرج من دائرة النفاق لابد أن نكون أوفياء إذا وعدنا. رقم 3: وأدوا إذا اؤتمنتم. لما حد يأتمنك أو يأتمنك على مال، على سر، أصل الناس فاكرة إن الأمانة فلوس وبس، لأ، الأمانة بتكون أحيانا أسرار
تمام. الأمانة بتكون أحيانا إن حد وضع ابنه عندك لتعلمه، فكن أمينا على هذا الابن. الأمانة إن لو واحدة مثلا بتدرس في فصل وبتعلم البنات، أو واحد بيدرس في فصل وبيعلم الأولاد، تمام، من الأمانة إن احنا نعلمهم العلم الصحيح. من الأمانة إن احنا ناخد بالنا من هذه الثمرة الطيبة ومن البذرة الطيبة ونغرس فيها الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى وأدوا إذا اؤتمنتم. وبعدين واحفظوا فروجكم، يعني لا تستعمل الفرج إلا فيما أحله الله، سواء كان زوج مع زوجة أو زوجة مع زوج. يعني كلام للرجال وللنساء إن الرجل يحفظ فرجه إلا على امرأته، والمرأة تحفظ فرجها إلا مع زوجها، وهكذا. واحفظوا فروجكم أي عن فعل الحرام. وبعدين بعدها قال وغضوا أبصاركم. أعظم طريق لحفظ الفرج هو غض البصر، لأن الإنسان لو ما غضش بصره عياذا بالله وقعد يتطلع للنساء أو امرأة بتتطلع للرجال، كل واحد عياذا بالله هيسرح خياله في الحرام وقد يقع في الحرام. فأعظم طريق لحفظ الفرج هو أولا الاستعانة بالله، ثم غض البصر بفضل الله. ثم ختم ذلك وقال وكفوا أيديكم. كف الأيدي لها معنيين. المعنى الأول كف اليد عن إيذاء الناس، إن أنا ما أذيش حد بهذه اليد، لا أتطاول باليد على إنسان ضعيف أو على امرأة أو على طفل يتيم أو غير ذلك. كفوا أيديكم. والمعنى الثاني كفوا أيديكم عن أكل الحرام، إن الإنسان ما يمدش إيده إلى ما لا يحل له، فلا يمد يده إلا لما أحله الله سبحانه وتعالى، ولا يتطاول بتلك اليد على ظلم إنسان، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يبقى دي 6 أشياء لو فعلناها يضمن لنا النبي الجنة صلى الله عليه وسلم. اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا اؤتمنتم، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة في هذا العام، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ الدكتور محمود المصري أبو عمار. أكثر من 1900 حديث تم شرحها بأسلوب سهل وميسر في 7 مجلدات فاخرة. شرح رياض الصالحين هدية للعلماء وطلبة العلم ولعامة المسلمين، كتاب لا يستغني عنه بيت مسلم أبدا. للحصول على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010 20 10 2300، أو اتصل على 010 20 10 2400.